منتخب مصر يخسر من السنغال مرة تالتة بهدف من ساديو ماني. كان بصراحة مش جاي اتكلم عن الماتش ولا أي حاجة حصلت في الماتش، جاي اتكلم عامة عن المنتخب بقى واللي بيحصل مؤخرا. يعني ان احنا ما يعني بجد احنا ما انا ما اعرفش المنتخب كان بيقدم ايه بصراحة، او مش المنتخب والله، ولا شايل المدرب ولا اللعيبة ولا اي حاجة. المنظومة دي كلها بتقدم ايه، او المنظومة دي عايزة ايه، او باصة لفين، او ايه التوجه بتاع المنظومة ده. انا بجد ما اعرفش، وانا زهقت بصراحة من فكرة المنتخب. انت خلاص انت كل شوية توصل قدامك خطوة فجأة ترجع. بسبب ايه؟ بسبب إن في منتخب قدامك احسن. انت دايما بتوصل بالحزق وباللعيبه بتعمل اللي عليها وبتحاول تقدر على اكتر من امكانياتها، لكن انت ما عندكش لعيبه تقدر تشيلك. النهارده في حاجتين: صلاح قدم ماتش سيء جدا، صلاح ما كانش موجود. انا مش هشيل صلاح الليله خالص خالص، واللي شايل صلاح الليله ده بيبقى بني ادم عبيط مع احترامي ليه يعني. احنا ما يشيلش الليله خالص. صلاح النهارده المفروض يبقى ليه وجود، ولكن انت المنتخب النهارده كان مع حسام حسن شويه، لا انت كنت بتحاول تعمل اللي عملته في ماتش الكوت ديفوار وهي ما كانتش ماشيه. والمنتخب ده اكيد مش عبيط ان هو مثلا ما شافش ماتش الكوت ديفوار وشاف اللي انت عملته والفكره اللي انت حاولت تقدمها. ما اكيد شافوا ده وعرفوا يتفادوا ده. لكن انت، هل انت بصيت على ماتش مالي؟ مالي هددت السنغال اكتر منك. السودان تقريبا هديت السنغال اكتر منك. انت ما عرفتش تشوط شوطه غير في اخر الماتش بتاعت مرموش، الشوطه اللي ملهاش اي ستين لازمه دي، اللي ما عرفتش شاط ازاي. النهارده التحكيم كان فيه حاجات غريبه اكيد، بس ما فيش حاجه فجاه لها اثرت على شكل الماتش. كان في حاجات غريبه طبعا. ولكن انت النهارده انت كنت باني على سيناريو واحد، وده الاكتر حاجه انا مش عاجباني في حسام حسن. انا اصلا من الاول يعني انا ما كنتش بدعم حسام حسن، بعد مع البطوله واللي حصل في ماتش كوت ديفوار بصراحه رجعت مع فكره انه حسام حسن هو لازم يكمل ويروح كاس العالم، كل الكلام ده. ولكن حسام حسن مشي في فكره واحده، اللي حصل في ماتش كوت ديفوار هو كان عايز ينفذه بالحرف. مش مدرك ان ده منتخب مختلف، مش ممكن المنتخب ده يكون عالج الحاجات اللي انت عملتها قدام كوت ديفوار. مش مدرك انت قدمت ايه. طب انت سيب الفكره دي ما نفعتش، ما عندكش فكره تانية. ليه الفكره التانية دي ما نفعتش؟ ما عندكش فكره تالتة. انت ما عندكش اي فكره خالص خالص. انت حتى النهارده خرجت امام عاشور في وقت ما ينفعش يخرج فيه. امام عاشور خرج يستحد محمد فتحي من وقت خلاص، انت خسران، انت هتخرج بره البطوله، انت خسران كل حاجه. انت ليه عملت كده؟ انا مش قادر افهم. يعني خرج يا سيدي، خرج يا عم مدافع كمان هاجم بكل حاجه، انت ما عندكش حاجه تخسر، انت خسران اوريدي كل حاجه، خلاص انت خرجت، انت مفيش حاجه. فانا مش فاهم ليه كده. ولكن برضه انا مش شايف حسام حسن هو اللي يشيل الليله خالص خالص خالص. بالعكس، انا اي حد في المنتخب مش يشيلش الليله. اللعيبه حاولت والجهاز حاول بكل حاجه، ولكن دي امكانيات اللعيبه اللي في منتخب مصر دلوقتي. كان في ناس ممكن تلعب احسن من الناس، ولكن مش دي الازمه خالص. مش هتعمل الفرق الشاسع اللي الناس متخيلاه. ولكن حسام حسن بيتكلم كاس العالم ولا لا، مش دي الفكره بصراحه. حسام حسن كمل او جه مدرب اجنبي، مش دي الفكره خالص. الفكره في اتحاد الكوره اللي بجد مش اي ستين لازمه في الحياه، ولا لنا توجه، ولا احنا بنفكر في اي حاجه غير ان احنا بس نفضل مكملين في مناصبنا. دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفوش في الجول. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا سلام.